صاحبة مشكلتنا النهاردة بتقول أنا عندي 18 سنة من أسرة بسيطة ومن قرى صغيرة جدا في الفلاحين. أبويا كان راجل فلاح بسيط وعندي 4 إخوات غيري. يومه ورزقه على قده، يدوب بيكفي قوت يومنا. جالي عريس وأنا عندي 15 سنة أو يمكن ما كنتش كملت 15 سنة، وأبويا وافق إنه يجوزني، أو وافق بالمعنى الأصح إنه يبيعني لمجرد إن العريس ده معاه فلوس، يعني جاي يشتري مش جاي يتجوز. وطبعا كلكم عارفين في الفلاحين او في الصعيد لما بيحبوا يجوزوا البنت صغيرة ايه اللي بيحصل؟ بتتجوز عرفي لحد ما تكمل السن القانوني، يعني مفيش ادنى مشكلة بالنسبة لهم. واتجوزت لاني طبعا ماليش رأي اذا كنت اوافق او ارفض، ولو كنت هرفض هيبقى انتي انانية ومش بتحبي غير نفسك، لان اللي انتي هتتجوزيه ده هينشلنا من الفقر، هيساعد ابوكي واخواتك، لازم تضحي عشان ابوكي واخواتك. واتجوزت، ويوم الفرح طبعا زي ما انتوا عارفين الفلاحين او الصعايدة ما بيروحوش غير لما يطمنوا على البنت ويطمنوا على شرفهم. ودي كانت اول صدمة ليا لما العريس دخل عليا دخلة بلدي، حاجة وجعتني واهنتني وحزت في نفسي وسابت جوايا جرح. بس هما مش بيفرق معاهم انتي هتحسي بايه او بتفكري في ايه. وروحوا اهلي وابتدت معاناتي. كان بيعاملني زي الجارية، ماليش حقوق، ماليش ان انا اطلب. ما كانش بيعاملني كويس غير لما يبقى عايز مني حاجة، لكن غير كده كان بيحسسني ان هو انت شالني من الفقر وان هو كتير عليا واني انا مجرد خدامة في البيت لا اكتر ولا اقل. وجيت تعبت وربنا اكرمني بمرض سرطان في الرحم، وكنت راضية، بس الدكاترة اجمعوا على ان انا لازم اشيل الرحم. ولما عرف قال لي انت كده مش نفعاني، يعني كمان مش هتجيبيلي اولاد ومش هعرف اخلف منك، انا لازم اتجوز. ولما اعترضت مد ايده عليا وضربني وقال لي توافقي او ما توافقيش انا هتجوز، انا مش هعيش مع واحدة مش هتجيبلي اولاد. مش عاجبك روحي عند ابوكي، ارجعي مكان ما جيتي. ولقيت ان انا قعدت 3 سنين اخدم في واحد هو مش حاسس بيا ومش بيعتبرني مراته. ضاع فيهم طفولتي، وضاع فيهم فرحتي، وضاع فيهم اي احساس ممكن تحسه اي بنت مع جوزها او مع الراجل اللي اتجوزها، لاني ببساطة كنت بيعة وشروة. وقررت اني لازم اخد حقي، ورحت على محكمة الأسرة عشان ارفع قضية، بس مش قضية خلع، قضية طلاق، لاني لازم اخد كل حقوقي. لان مش بعد 3 سنين شفت فيهم كل العذاب اللي ممكن بنت تشوفه من راجل اشتراها مش اتجوزها اطلع في الاخر خسرانة كل حاجة. كفاية اني اتحملت الفترة دي كلها من غير ما اسمع كلمة كويسة ولا كلمة تجبر خاطري. وقررت اني هرفع قضية طلاق، اخد كل حقوقي ومش هتنازل عن حقي. كفاية اهلي تنازلوا عني، انا مش هتنازل عن حقي. ودي كانت حكاية صاحبتنا او بطلتنا، بطلة الحكاية باختصار. نصيحتي لكل اب وكل ام، بلاش تبيعوا بناتكم، بلاش تجوزوا ولادكم وهم اطفال عشان خاطر قرشين او عريس غني او هدايا. الفلوس هتتصرف، والهدايا في يوم من الايام قيمتها هتروح ومعناها هيروح. مش هيفضل غير جرح جوه بنتكم، مش هيفضل غير الاحساس ان انتوا بعتوا بنتكم. سيبوها، سيبوها لما تعرف يعني ايه جواز، سيبوها لما تعرف يعني ايه مسؤولية.
الراجل مش بفلوسه، مش مهم يكون غني أو فقير، المهم إنه يكون حد محترم يتقي الله فيها، حد بيعرف ربنا. لقمتها مش هتزود ولا هتنقص، لقمتها مش هي اللي هتديكوا إحساس إن الدنيا مليانة أعباء عليكوا، ولا جوزها اللي جه اشتراها بقرشين هينتشلكوا من الفقر. هو بس هيدفع قرشين في الأول لحد ما ياخدها، وبعد كده خلاص. ويوم ما يفكر يرميها انتوا لا هتلطوا بلح الشام ولا عنب اليمن زي ما بيقولوا. اتقوا الله في ولادكم، بلاش جواز القاصرات، بلاش جواز الأطفال. سيبوهم لما يعرفوا يعني ايه دنيا ويعني ايه حياة، سيبوهم لما يعرفوا يعني ايه جواز. حرام اللي بتعملوه في ولادكم وفي بناتكم، حرام. ودي كانت حكايتنا النهاردة، مستنية آرائكم في التعليقات نتشارك مع بعض فيها. واستنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، مع كل يوم حكاية مع تومة.